جاني الجوع وقلت علاش لا ما نوجدش معكم واحد البيتزا ديال الله يحسن العوان. غنحتاجو في المقادير ديال العجين جوج كيسان صغار ديال الفورس، كاس صغير ديال الفينو، معلقه صغيره ديال خميرات الخبز، معلقه صغيره ديال الحليب النيدو، معلقه صغيره ديال العسل، معلقه كبيره ديال زيت العود، الملحه على حسب الذوق والزعتر. غنجمعو العجينه وندلكوها مزيان، واخر حاجه غادي نضيفوها هي زيت العود، ونخليو العجينه ديالنا ترتاح على خاطرها حتى تخمر بين ما نوجدو الحشوه. اول حاجه غادي نجيبو الدجاج ديالنا اللي ديجا مشرمل وغادي نشحروه في الزيت، ومن بعد غادي ندوزو باش نوجدو صلصه الطماطم اللي غنحتاجو فيها واحد نص مطيشه مع شويه ديال الماء، وغادي نزيدو عليها واحد معلقه صغيره ديال معجون الطماطم نخلطوه مع شويه ديال الماء، ونزيدو عليهم الملحه والابزار ونخليوهم يتشحروا مزيان. من بعد ما سالينا هاد المراحل كلها غادي نجيبو واحد الفلفله صغيره نقطعوها على شكل دوائر ونصوطيوها هكا في الزيت غير تشحر شويه تشرب داك الصهد، نحيدوها وندوزو نطحنو ديك المطيشه اللي ديجا وجدناها. من بعد ما سالينا هاد المراحل كلها غادي ندوزو دابا البريباراسيون ديال البيتزا. المقادير راه مكتوبه عندكم تمايا، وغنحتاجو واحد الطاوه، مقله، صينيه اللي كان عندكم، شي حاجه اللي نقرصو فيها العجينه، تلقوا فيها العجينه مزيان على حسب السمك اللي بغيتو. مباشره غنتقبوها بالفرشيطه باش ما تنفخش لينا بزاف. واول خطوه غادي نفرشوا لاصوص طوماط هي الاولى، تبعوا ليها شويه ديال الفرماج باش داك الدجاج اللي غادي نزيدوه من بعد يبقى لاصق لينا في العجينه. وهنايا غادي نزيدو الدجاج اللي ديجا شرملناه، نتبعوا ليه الفلفله حتى هي نستفوها، ومباشره نديوها للفران اللي يكون ديجا مسخن من قبل على واحد درجه حراره اللي تكون عاليه. ها هي البيتزا ديالنا وجدات من بعد ما طابت خرجتها من الفران. اخر مرحله غادي نزيدو عليها الفرماج والزيتون كحل ونطفيو الفران ونردوها غير باش تشرب داك الصهد والفرماج يذوب دغيا. وبالصحه والراحه وجدنا بيتزا ديال الله يحسن العوان. خليو لي رايكم في التعاليق، احبكم.